أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا حصري التيطري في موسمه الثاني. اليوم رانا متواجدين في ولاية البوليدة وبالضبط فاميلي شوب. موضوعنا لنا اليوم أين يقضي المواطن الجزائري سهرته خلال شهر رمضان الكريم. ما نطولوش عليكم وتبعوا معنا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسية رمضان بعد الإفطار نقضيها في بعد الإفطار طبعا الاستراحة استراحة المجاهد كما يقولوا، ومن بعد نروح نصلي تراويح. بعد التراويح نريح مع وليداتي. هذا وش هذا. وصحة فطوركم وربي إن شاء الله يتقبل رمضانكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. أنا أقضي يعني سهرات يعني بعد يعني صلاة العشاء والتراويح أقضيها في المنزل. لا أحب السهر، أنا لا أحب السهر. صحة فطوركم صحة رمضانكم. مور السهرة تاع في رمضان، مور السهرة بون ابخي افوار لافي لا فيسيل نسبق فيها، ومن بعد نقعد مع بنتي شويه باسكو ما تخلينيش يفو دير لا فيريتي. يا لا 5 ans دونك لي بيتيت، تحوس شكون يقعد معاها، شكون يلعب معاها لي توت سول على ميزون. نصلي صلاتي التراويح بيان سور، ماشي بون في الدار، ماشي في الجامع، ما نروحش للجامع، جو في لا بريير على ميزون. نوجد شويه سحور كي يدخل الزوج باش يتسحر شويه. تشوف شويه لا تلفزيون، نعاود نقرا شويه في المصحف، بعد نروح نرقد باش نوض ان شاء الله الفجر ونصليو. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، والله يعاونكم ان شاء الله. بون السلام عليكم، صحة رمضانكم. بون الصح راكم كاع لي زالجيريان، عندنا الفطور بعد نخرجوا نشربوا قهوه، ومن بعد نروحوا نصلوا العشاء تاعنا، ومن بعد نكملوا السهره تاعنا نروحوا للصال دو سبور. بون انا خدام في صال دو سبور كوم كوتشينغ، نديروا شويه سبور، ومن بعد راك عارف نروحوا للدار سحور وهذه هي لا جورني تاعنا. صحة فطوركم صحة رمضانكم خاوتي. السهرة تاعي كيما أنا كيما كاع بون ماشي كاع مي لي بار كيما أنايا هكايا، نروحو نصليو من بعد الفطور، نروحو نصليو العشاء، ومن بعد التراويح. كي تخلص التراويح نروحو نخرجو نلعبو شوية دومين في الحومة. هذه هي السهرة تاعي أنا نجوزها هكايا. ومن بعد الصلاة نروحو نريحو مع ولاد الحومة، نلعبو دومين، نجيبو هذيك سويعة ولا سويعة ونص، ومن بعد إلى المنزل إلى النوم باش صحة فطوركم صحة رمضانكم. أنا سهرة تاعي دوكا نصلي صلاة مور الفطور، نروح نصلي تراويح، ومن بعد التراويح ندخلوا للدار، واحد يريح مع العائلة شوية، يقصر شوية، يشوف دراري بنايا، هذا واش كاين نسالي. ومن بعد يعطيك الصحة، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. مشاهدينا الكرام، حقنا نهاية حلقتنا معها اليوم. موضوعنا كان كيفاش يكمل المواطن الجزائري السهرة الرمضانية تاعو. بون سمعنا آراء الناس، بقات آراءكم خليهم لنا في لي كومونتير. ما تنساوش لي جيم ولي بارطاج دعما لنا باش نزيدوا حلقات أخرى، ونلتقي في الحلقات الأخرى إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا، سلام.